السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل الحواوشي الاسكندراني او العيش بلحمة. بسم الله ما شاء الله. هنحضر الاول المكونات بتاعته. هنا يا جماعة انا هعمل كيلو لحمة عليه كيلو بصل. هنقطع البصل وهنفرمه في الكبة. مش هنفرمه ناعم قوي، يعني ايه، وسط. العيش بلحمة دوت من الأكلات المحببة جميلة، يعني من الأكلات الجميلة اللي الناس كلها بتحبها. بتهيألي مفيش حد ما بيحبش العيش بلحمة يعني. احنا هنعمله بطريقة جميلة وبطريقة سهلة يعني. قطعنا البصل وهنحط على الكيلو لحمة كيلو بصل، وهحط عليه كام قرن فلفل أخضر، فيهم 2 حامين أو 3 زي ما انت عايزة حامي كتري، عايزاه بارد يعني مش حامي ما تحطيش فلفل. وهنحط عليه نص واحدة جوزة الطيب. اللي برضك مش بيحب جوزة الطيب ممكن يحط عليه كبيبة صيني مطحونة. جوزة الطيب برضك بتخليله طعم جميل، بس في ناس مش بتحب جوزة الطيب فممكن تشيلها خالص. وهنحط التوابل معاه. هنحط شطة، برضك شطة ناشفة حمرا، وهحط حبة كمون شوية صغيرة جدا، وهحط فلفل اسمر، وهحط كزبرة ناشفة، وهحط بابريكا، واحط توابل لحمة بس حبة صغيرة. انا ما بحط، بس بكتر اكتر حاجة الفلفل الاسمر، واحط ملح. ما بحبش طعم التوابل يطغى على طعم العيش بلحمة عشان احس ان انا باكل عيش بلحمة. احط الحاجات دي كلها. قطعت الفلفل الاخضر، احط كل المكونات دي كلها على بعضها و... ولمهم مع بعض كده، ادعكها كويس مع بعض عشان الخليط يبقى متجانس كده وماسك في بعض، وما تلاقيش اللحمه مفروله واقعه منها او حاجه. انا ما بحطش بيض ولا بحط اي حاجه تمسك اللحمه ولا طحينه ولا اي حاجه، هي بتبقى ممسوكه من غير اي حاجه. ما دام انا عجنتها كده شويه حلو خلاص. وحطيت عليها فصين توم. ما بحطش خضره يا جماعه، الاخضر دون فلفل اخضر. ما بحطش عليها خضره. بحط 2 طماطمتين كده بس، بحطهم في الاخر عشان ما ادعكهمش مع اللحم. وهنا عملت معاهم 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق حطيت عليهم معلقتين خميره ومعلقه سكر و... يعني نص معلقه كبيره كده ملح. معلقه الاكل يعني مش كبيره قوي، معلقه الاكل. انا بعجن العيش بلحمه يا جماعه بلبن. ولو في شويه بقى يعني فاضل، يعني عاوزه اكمل، يعني ممكن اكمل بحبه ميه. ممكن اعجنه كله بميه، بس انا جربت الميه وجربت اللبن، لقيت انا لما بعجنه بلبن بيبقى طعم اللقمه حلو. وكمان ولادي ما بيسيبوش اللي هي الحروف دي، بيتاكل كله. يعني بيبقى من جمال اللقمه بتاعه العيش بلحمه، ما بيسيبوش منها حاجه. وهعجن العجين ده كويس جدا كده، وهعجنه حلو يعني حوالي من 5 دقايق او حاجة، وبعدين اسيبه يخمر. الجو ساقع طبعا. انا عجنته وحطيته في مكان دافي، غطيته بكيسة، وبعد كده حطيته في مكان دافي، وحطيت فوقه بطانية، فخمر بسرعة يعني ما خدش وقت. ما تقلقوش من التخمير في الشتاء. قطعته كله هون. بعد ما خمر قطعته كله، وديت الكمية اللي طلعت معانا من 2 كيلو دقيق. انا بقطعه بالزيت يا جماعه، ما بحطش دقيق، ما ببططوش على دقيق، ببططه تحته زيت بس مش كتير يعني. وعملت 3 اشكال، انت تختاري منهم الشكل اللي يعجبك. وفرده سهل يعني. الدم العجينه وانت لما قرصتيها سبتها حوالي 10 دقايق كده ترتاح، هتبص تلاقي الفرد بتاعه سهل. مش هتحتاجي نشابه ولا مبينه ولا سريعه ولا مردنه ولا اي حاجه من دول. هت هيتفرد منك بسرعه. سهلة، هو مفيش اي حاجة يعني. يعني طريقة عمل العيش بلحمة سهلة، ما هياش صعبة ولا حاجة. انا هعمل دون نصين، يعني هقسمه، يعني هعمله نص مش هعمله واحد كامل. هحط الحشوة على جنب، وهقفل عليها النصها التاني. واحاول اقفلها كويس جدا علشان ما ينزلش اي سوائل من اللي جواه ولا حاجة. طريقة القفل دي يا جماعة أنا مجرباها كويس، فهي بتقفل
بتقفل على الحشو كويس جدا. بس انت اهم حاجة ما تسيبيهوش يخمر تاني، يعني بعد ما تخلصي الصاج اللي تخلصيه تحطيه في الفرن على طول، وتأكدي عليها كده ان هي مش هتفتح منك او حاجة اهو. وهنحطه في الصاج، ادهنه زيت كويس، مش امسحه زيت، لا ادهنه زيت كويس يعني كمية كويسة. دي برضك هعمل الطريقة دي. عملت كويرة كده من اللحمة، وهلف عليها ال- العجينة. بس الطريقة دي انا ما استريحتلهاش يعني، انا حبيتها ابطط اتنين فوق اتنين واحطهم فوق بعض، دي كويسة. والنص برضك دوت اقسمه كويس. بس دي برضك بعد ما تحشيها باللحمة كده تقفلها كويس جدا وتسيبها ترتاح. بس ممكن برضك انا كنت مستعجلة فما صبرتش عليها قوي. هناخد برضك ديت وهنجربها، اعمل واحدة كمان معاكم اللي هي اللي انا لسه عاملاها ديت، هبططها واعمل ديت معاكم البطاطة رغيف سهل جدا يعني. واحط مبططة واحدة تانية هي اصغر من اللي تحت، اخلي اللي فوق اللي هغطي بيها فوق دي اصغر، تكون اصغر من اللي تحت عشان اما اقفل عليها ما تطلعش اي حاجة من السوائل اللي جواه. وطريقة التقفيل سهلة كده يا جماعة خالص، اجيب من تحت على فوق واقفلها. لو جربتوا الطريقة دي في التقفيل هتبقى طريقة حلوة، يعني مش هتنزل حاجة من السوائل اللي جواها، مش هتنزل في الصاجة ولا حاجة، ولو نزلت هتبقى كمية بسيطة. ولو وصلتوا يا جماعة لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، واي تعليق من حضراتكم كده بيبسطني. العيش باللحمة لازم علشان ما تقبش لازم اخرمها كده بشوكة، وبرضك بتديها شكل جمالي وشكلها بيبقى حلو. ودي برضك كمان واحدة عشان أأكد عليكم طريقة التقفيل. واللي هي فوق يا جماعة بتبقى أصغر من اللي تحت، باينة هي اللي هي فوق أصغر من اللي تحت. وأقفلها برضك هنا هنعملها بالشوكة على أساس إيه يعني أكد على طريقة تقفيلها وزي ما انت عايزاها، بس مش بعملها بالشوكة كده واسيبها، لا بقفلها برضك. أجيب الناحية اللي تحت أحطها على اللي فوق وامشي بيها كده بتبقى سهلة. يعني لو جربتيها مرة في مرة هتبقى طريقة القفل سهلة معاكي ومش هتطلع اي حاجة من السوائل اللي جواه. وبرضك هخرم الوش بتاعها عشان ما تقبش ويبقى يعني شكلها حلو. ال- الطريقة دي جميلة يا جماعة، لو جربتوها هتبقى مش يعني هتعملوا بيها على طول. انا هنا قعدت تعبت من الترابيزه فقلت اعمله على الطبليه احسن يعني، خليها كده البساط احمدي يعني. وخرم الوش من فوق بالشوكه، واحطها بردك في صينيه مدهونه كويس زيت يا جماعه. انا باكد على ان الصينيه لازم تكون الصينيه او الصاجه اللي انت تحطي فيها تكون مدهونه كويس بالزيت. انا عملت خليط بيضه ولبن، وحطيت عليها حبه فلفل اسمر، وممكن لو في نسكافيه او حاجة ممكن تحطي بردك نسكافيه. وهمسح الوش بالفرشة كله، الأرغفة اللي انا عملتها كلها ديت همسحها بالفرشة. بس خلي بالك ما تنزلش على على الصاجة او الصينية الدهان الوش اللي انت بتعمليه ده، بيخلي اللون احمر جميل كده شكله حلو. بردك الطريقة ديت في اي معجنات، اللبن بالبيض دي في اي معجنات بتعمليها. بس لو هي مثلا معجنات حلوة ما تحطيش عليها فلفل اسمر. سيبي اللبن والبيض بس، ممكن نقطة فانيليا صغيرة، نقطة خل صغيرة كمان. اللبن مش بيخلي للبيض زفارة ولا حاجة. والله يا جماعة انا عمري ما عملتها كده وحسيت بزفارة البيض ولا اي حاجة من دي. يعني في ناس بتخاف من كده. ممكن لو انت مش عايزة تحطيه ممكن تجيبي حبة عسل اسمر وتخففيه بحبة مية
وتدهني بيه الوش بردك، مش هيبقى وشه احمر وحلو برضك. وحطيت عليه الصاج دون، حطيت عليه اللي هي الحبة السوداء، حبة البركة، وحطيت على الصاج التاني سمسم. وهدخله على الفرن على نار عالية، يعني حوالي 220 240. هحطه شوية على الفرن من تحت، على الصاجة بتاعة الفرن من تحت لحد ما ياخد لون، وارفعه تاني على الصاجة، بس اكون واقفة جنبه يعني منساهوش، عشان انا عندي النار البوتاجاز عالية. احطه على الصاجة التانية واخد بالي منه. ولو لقيت الوش مش احمر شوية، يعني هولع عليه الشواية. يا جماعة دخلته الفرن، هحطه تحت الصينية اللي فوق دي، حطيتها شوية تحت حوالي دقيقتين 3، وبعدين طلعتها فوق. وحطيت التانية، يعني ببدل بينهم اهوت. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل والله، وشاهي كده ويفتح النفس. بالهنا والشفا اللي ياكله، بسم الله ما شاء الله جميل. ده اول صاج انا عملته، اللي كنت حاطه على وشه حبة البركة وكده. وادي القعر بتاعه يا جماعة، والله قدامكم كل حاجة، يعني وطالع من الفرن عليكم على طول. بسم الله ما شاء الله اهو. يا جماعة لو حبينا نعمل في الصاج تاني ده نفس الصينية تاني، هنعمل بالسكينة الاسمر اللي على جنب ده، ما احطش عليه، هعمله بالسكينة وهطيب فيه كمان صاجين. اهو بصوا يا جماعة قعره، بسم الله ما شاء الله. وبرضك حبيت اعمل واحدة وش بيتزا كده من فوق، بعد ما طابت نص سوا، جيت حط عليها جبنة وطماطم، وهو منها طيبة نص سوا، جبنة وطماطم وجبن وطماطم وفلفل اخضر واللي انت عايزة تحطيه. اهو بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بصوا شكله جميل والحشو بتاعه جميل اهو. بسم الله ما شاء الله. كان في جزرايه جنبي كده بشرتها وحطيتها في قلب واحدتين 3 كده. بسم الله ما شاء الله، ديت الكمية اللي طلعت. وفي كمان بردك حوالي 6 7 ما لقيتش ليهم مكان. قدمته مع مايونيز وسلطة طحينة وليمون معصفر وطماطم وشيبسي ومخلل. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم، واسيبكم على خير، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.